في ناس فاكرة إن الشيطان بيجي بس عشان يوقعك في المعصية، لكن أحياناً بيقف وراك ويقولك اعمل خير. الشيطان بنفسه بيشجعك على عمل صالح، بس مش حباً فيك، ده علشان يوقعك في أكبر فخ ممكن. الشيطان مش دايماً بيحاربك بشكل مباشر، ساعات بيشتغل على المدى الطويل. لما يلاقيك قوي في طاعة، ثابت على موقفك، مش قادر يكسرك، يبدأ يغير الخطة. بدل ما يمنعك من الخير، يسيبك تعمله، بس يشغلك بيه عن خير أكبر وأهم. ابن القيم رحمه الله وصف في كتابه الفوائد تدرج الشيطان في إغواء ابن آدم. قال: يبدأ الشيطان بإغواء الإنسان نحو الشرك بالله، فإذا لم ينجح في ذلك ينتقل إلى الكفر، ثم إلى الكبائر، ثم إلى الصغائر، ثم إلى المباحات، وأخيراً إلى شغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل. هنا بيوضح ابن القيم إن الشيطان مش بييأس من إغواء الإنسان، لكن بيتدرج في إغوائه من الأعلى إلى الأدنى. لو فشل في إغواء الإنسان في مرتبة معينة، بينتقل للمرتبة اللي بعدها، وهكذا. تخيل واحد طول النهار بيخدم الناس، وعلاقته كويسة مع أهل بيته، لكنه ما بيصليش. أو واحدة بتتبرع بمبالغ كبيرة، لكن لسانها مش بيسكت عن الغيبة. هنا الشيطان ما قالهمش بلاش تعملوا خير، لا بالعكس، شجعهم عليه، لكن حبسهم بعيد عن الأساسيات. ربنا قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم. التزيين مش بس في المعاصي، أوقات بيكون في الأعمال الصالحة، لكن في غير وقتها، أو بغير نية صافية، أو بطريقة تبعدك عن أولويات دينك. ابن الجوزي رحمه الله وضح الفكرة دي وقال: قد يخرج الشيطان العبد من طاعة إلى طاعة، لكن يفسدها عليه إما بالرياء، أو بالغفلة، أو بترك ما هو أولى. في غزوة أحد، كان في مجموعة من الصحابة واقفين على الجبل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحرسوا ظهور المسلمين. الشيطان دخل عليهم بفكرة تبدو منطقية: النصر قرب، انزلوا خدوا من الغنائم. الخير الظاهر ياخدوا رزقهم بعد المعركة. لكن النتيجة انكشف ظهر المسلمين وحصلت الهزيمة. هنا الشيطان ما قالش خلفوا أمر الرسول بشكل مباشر، لا، قدم الفكرة في صورة مصلحة. الدين مش بس إنك تعمل خير، الدين ترتيب أولويات. في خير أعظم وخير أقل. الصلاة قبل الصدقة، بر الوالدين قبل التطوع في أي نشاط، إصلاح القلب قبل الجري ورا مظاهر العبادة. الشيطان عارف ده، فيحاول يبدل ترتيبك، يخليك تركز على حاجات شكلها لامع، لكن قيمتها عند ربنا أقل من اللي سبتها. طب إزاي أتأكد إني مش واقع في الفخ؟ اسأل نفسك سؤالين قبل أي عمل: هل ده العمل الأهم دلوقتي في حياتي؟ هل نيتي فيه خالصة لله؟ لو الإجابة الأولى لأ، يبقى غالباً الشيطان بيحاول يشغلك، ولو مش عارف، يبقى لازم تقف وتصحح النية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. النية هي اللي بتحول أي عمل حتى لو صغير لشيء عظيم. الشيطان مش غبي، هو أذكى عدو ممكن تواجهه. مش هيجيلك دايما بوش اسود ويقولك اعصي ربنا، أوقات هيجيلك بوش أبيض ويقولك اعمل خير. لكن لو مشيت وراه من غير ما تفكر، هتكتشف في الآخر إنك ضيعت عمرك في حاجات أقل وسبت الأهم. الرسالة النهاردة بسيطة: قبل ما تعمل أي خير، شوف هو بيقربك من ربنا بجد ولا بيشغلك عن الأعظم. لأن الشيطان ممكن يخليك تعمل خير بس على طريق جهنم. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.